هل سبق لك يوماً أن وقفت أمام ذبابة وظننت أنها مجرد حشرة مزعجة تدور حولك بلا معنى؟ الحقيقة أعمق وأكثر إدهاشاً مما يبدو لك، لأن هذا المخلوق الصغير يعيش في عالم بصري وبيولوجي شبه خارق، عالم يختلف تماماً عن الطريقة التي نرى بها نحن الواقع. أول ما يجب معرفته أن عيناها ليستا كعينيك، فعين الذبابة مكونة من آلاف العدسات الدقيقة، وكل عدسة تلتقط جزءاً خاصاً من الصورة، وهذا ما يجعلها ترى مجالها تقريباً بالكامل برؤية تقترب من 360 درجة. بمعنى آخر، من الصعب جداً أن تفاجئها أو تنقض عليها بسرعة، وعندما تحاول ضربها تبدو حركتك بالنسبة إليها وكأنها تعرض بالعرض البطيء، ولهذا ففي أغلب الحالات تسبقك بجزء صغير جدا من الثانية وتختفي قبل أن تستوعب أنت كيف فعلت ذلك. لكن المعجزة لا تنتهي هنا، فأجنحتها ترفرف مئات المرات في الثانية الواحدة بسرعة ودقة مذهلتين، لدرجة أن نظام طيرانها يتفوق من حيث سرعة الاستجابة على كثير من الأنظمة الميكانيكية المعقدة التي صنعها الإنسان. ووراء هذه المناورة الجوية الخارقة يوجد سر صغير غالباً لا ينتبه إليه أحد. زوج من الزوائد الدقيقة الخلفية يسمى الهالتيرز، يعمل كجيروسكوب بيولوجي متطور يحافظ على التوازن والاستقرار في الهواء بدقة هندسية مدهشة. أما طعامها وطريقة تناوله فهما مختلفان بالكامل، فالذبابة لا تعض الطعام ولا تمضغه مثل باقي الكائنات، بل تفرز أولاً مواد تذيب الطعام خارجياً، ثم تمتصه بعد ذلك عبر أنبوب إسفنجي متخصص، أي أنها حرفياً تقوم بعملية هضم أولي خارج الجسد قبل الأكل. والأعجب من ذلك أن أرجلها نفسها مزودة بشعيرات لاصقة دقيقة جداً تمكنها من المشي فوق الزجاج والجدران وحتى السقف وهي مقلوبة، وكأن الجاذبية بالنسبة إليها مجرد وهم. والأغرب أنها لا تعتمد على فمها لتعرف ما إذا كان الشيء صالحاً للأكل أم لا، لأنها تتذوق بأقدامها مباشرة في اللحظة التي تقف فيها على أي سطح. مخلوق صغير يراه كثير من الناس تافهاً، لكن الحقيقة أننا أمام نظام حي معقد دقيق ومليء بأسرار هندسية مبهرة. وهذا ما يجعلنا نتوقف لحظة ونتساءل: إذا كان كل هذا الإبداع موجوداً في ذبابة، فكيف يمكن لنا أن نستهين بأي مخلوق من خلق الله سبحانه وتعالى؟